لازم تخلي بالك جدا من اي فعل جسمك بيعمله واي كلام انت بتقوله لنفسك، عشان ده بيأثر بشكل كامل على عقلك وعلى جسمك. يعني الكلام ده مش مفهوم؟ كده شويه نقط وهقولها لكم، ناخدها واحده واحده مع بعض. اول حاجه ان انت جسمك بيجي يوجعك من غير سبب. يعني انت تلاقي ان انت صحتك تمام والدنيا فل معاك، بس تلاقي جسمك فيه علامه مثلا مزرقه، آه، عظمك وجعك. الحاجات دي لازم تاخد بالك منها، ان انت جسمك ذكي، يعني ربنا خلق جسمك حاجه ذكيه جدا وبيديك علامات، فانت لازم تاخد بالك. هل انت زعلان من حد؟ هل انت زعلان من نفسك؟ هل انت متضايق؟ هل في حاجه مضايقاك؟ هل انت متعصب بزياده؟ فاي علامه بتظهر على جسمك في اي حته دي لازم تاخد بالك منها، لازم تروح لدكتور، ولازم تهتم بيها، ان دي ممكن تكون مؤثره على حاجه، على حاجه في حالتك النفسيه. مش لازم تكون انت اتخبطت او انت يعني مثلا لازم يكون في كدمه، لا يعني مش لازم. فانت لازم تهتم جدا بالحاجات دي، لانها انعكاس لصحتك النفسيه وانعكاس للحاجات اللي بتحصل لك. فما تكبرش، ولا لازم تروح للدكتور ولازم تستشير حد. تاني حاجه وهي ان انت نومك مش مظبوط. مش نومك مش مظبوط زينا اللي هو عادي قشطه، لا انا بتكلم ان في ناس فعلا بتقعد ساعات عشان تعرف تنام، في ناس مش بتعرف تنام على طول، في ناس بتقعد تتقلب كتير، في ناس بيجيلها أرق بشكل كامل، في ناس بتنام وفي وسط النوم بتصحى كذا مرة. الموضوع ده لازم تقف عنده شوية، لأن هو ممكن يكون قلق زايد عندك، تفكير في المستقبل، حاجة مضايقاك ومش عارف تنام بسببها، عندك مرض بجد. ما أكتر الأمراض اللي بتخلي نومك مش مظبوط. أنت مش خسران حاجة لما أنت تيجي تحلل وتيجي تكشف، لأن دي صحتك، يعني أنت مسؤول عنها، وأنت المفروض تبقى مركز دايما مع جسمك. فمش انا عادي عندي شويه ارق انا مش عارف ايه، لا دايما اكشف. ممكن تكون واحد بتشرب مثلا قهوه كتير جدا فعامل لك حاجه لا قدر الله في القلب فانت لازم تشوف دكتور وتعرف فعلا هل انت كويس. تعمل تحاليل بشكل دوري كل 6 شهور، لازم تعمل تحاليل لو انت معاك فلوس، بس ده لازم بشكل اساسي، لان انت اهم حاجه في حياتك صحتك بجد. يعني من اهم الحاجات صحتك. صحتك هي راس مالك. لو انت صحتك مش كويسه، غير ان انت مش هتعرف تشتغل، هتلاقي ان انت اصلا دايما عندك هبوط، عندك امراض دايما، مقاريف مش مظبط. فالصحه مش شغل بس، يعني حاجات كتير جدا بتاثر عليك فيها. تالت حاجه الكلام التلقائي. يعني انت ممكن تكون مثلا في حوار تقول انا ازاي عملت كده، انا انسان غبي. ممكن مثلا تلاقي في ان انت عملت مشكله، فتلاقي نفسك ان انت بالراحه وبتمدح نفسك وبالراحه وهنحل الموضوع ده. فالفكره ان انت بتجلد ذاتك في اول موقف او اول حاجه. تاني حاجه لما انت جيت مدحت نفسك، لو يعني شخص تاني، ان انت لا انت بتقدر ذاتك ومتصالح مع نفسك وتصالح مع ذاتك وبتحاول ان انت يعني ترأف بنفسك كده، والحاجات دي بتفرق جدا على فكره في النفسيه يعني. آه، فدي حته مهمه. في حد تالت يقعد يقلق، فده دليل ان انت انسان بتقلق الفتره دي بشكل كبير. ممكن انت طبيعتك ان انت بتقلق، بس انت لا الحوار ده بيأثر معاك، ان انت لما بتيجي تقلق في موقف ده مش بتعرف تفكر كويس في الموقف، مش بتعرف تهدى، محتاج حد يفكر معاك يهديك. فده غلط. لازم تحاول تقلل مستوى القلق عندك، لان انت لما بتقلل القلق بتعرف تشتغل كويس، بتعرف تفكر كويس في الحاجه. فطبعا في انواع كتير يعني، مش بتكلم على الانواع دي بس، ولكن احنا اغلبنا في الثلاث انواع دول. فانت لازم تعرف الكلام اللي انت بتقوله لنفسك ساعه المواقف اللي بيطلع منك تلقائي، ساعتها هتعرف انعكاسك لنفسك. انت بتقول كلام لنفسك عامل ازاي، انت بتشوف نفسك ازاي. فدي نقطه لازم تركز في كل كلمه بتطلع. وبرده حته مثلا ان انت تيجي يحصل اي موقف تقول الموقف ده مش هيعدي على خير، انا خايف، انا مش عارف ايه. فانت ليه يعني تفاؤلوا بخير تجدوه. فانت فعلا لما انت بتفكر دايما في الحاجه الوحشه انها تحصل او بتتشائم بتحصل، فانت لازم تتفائل. وغير برضه حته ان هي ممكن تحصل يعني، ان انت لما بتيجي تتفائل بتشوف الحاجات بشكل افضل، بتشوف ان باذن الله هيعدي، باذن الله تتحل. انما انت طول ما انت متشائم مش هيحصل انا خايف، فده غلط يعني، ده غلط ولازم تبطل منه. فاي كلام انت بتقوله لنفسك بينعكس عليك، وبتعرف بقى انت بتشوف نفسك ازاي. فركز قوي في الكلام ده عشان تعرف تصلح نفسك وتصلح الصفات الوحشه اللي عندك دي، او الحاجات اللي مش مظبوطه عندك. رابع حاجه تقريبا يعني، ودي حاجه مهمه قوي، هي الاغاني. دلوقتي انت بتقعد تسمع اغاني، سواء انت في الشارع، سواء في الشغل، سواء في بيتك، سواء حد بيسمعك. فانت بيكون عندك دايما اغاني في دماغك، وعارف كلمات وحافظ اغاني كتير وكده. طيب انت دلوقتي لما تكون قاعد تلاقي نفسك بتدندن اغنيه، تمام؟ انت ممكن تدندن اغنيه عن الوحده، تلاقي نفسك قاعد عمال تدندن وكده، بس انت مش واخد بالك. يعني انت مش واخد بالك ان انت بتدندن الاغنيه دي. انت ممكن بتدندن وخلاص وانت قاعد بتطبخ ب... اي حاجه، فاهم؟ فانت لازم تركز في ده، لان انت ممكن فعلا تكون حاسس بالوحده من جواك. يعني دي مشكله برضو يا جماعه، بترجع ان احنا ما بنقعدش مع نفسنا. لو انت شخص بيقعد مع نفسه من غير اي حاجه، بيقعد مع نفسه كده يفكر انا عامل ايه دلوقتي،
ايه المواقف الوحشه اللي حصلت لي، ايه الحاجات الوحشه اللي انا عملتها ومفروض احسن منها، غلطت في حق حد، ما عملتش نفسي كويس. لازم تقعد مع نفسك وتفكر. في عصر السوشيال ميديا اللي احنا فيه والتشتت لازم دايما التليفون تكون ماسكه، لازم اللابتوب تكون قاعد عليه. لازم تقعد مع نفسك في اخر اليوم ساعه، لان ده اصلا لو انت ما عملتوش غالبا بيسبب بيرن اوت، اصلا بيخليك ان انت عندك احتراق نفسي. فان انت لازم تقعد مع نفسك دايما وتفكر. لو انت بتعمل كده هتلاقي ان يعني ده حل سحري لكل الحاجات اللي احنا بنقولها دي. وبرده لازم تتابع كلامك، يعني بجانب ان انت بتقعد مع نفسك. طيب حته الاغاني هنرجع لها. ان انت ممكن تكون يعني اصلا فعلا وحيد، حاسس ان انت وحيد، حاسس ان انت مفيش حد يعني صاحبك، ما اهلك مش قريبين منك. وعلى فكره الوحده مش ان انت تكون يعني ما عندكش صحاب، ده نوع من الوحده. في نوع تاني ان انت اصلا يعني في وسط الناس واهلك وصحابك وكده، بس انت حاسس ان انت وحيد، حاسس ان انت مش دول الناس اللي انت عايز تبقى معاهم، انت قاعد معاهم بس عشان ما عندكش صحاب. حاسس ان انت من جواك عايز تقعد مع نفسك اصلا، يعني انت معاهم بس انت من كتر ما انت قاعد معاهم فانت بدأت خلاص يعني عندك بيرن اوت، انت عايز تقعد مع نفسك، عايز تشوف نفسك، تتكلم مع نفسك. انت نفسك دي يعني يا جماعه، يعني الناس تعتبر ان دي حاجه مش موجوده، لا دي اهم حاجه اصلا. لازم تقعد مع نفسك وتفكر مع نفسك وتشوف نفسك، تقيم نفسك. ف يعني اي حاجه انت بتقولها بتفرق معاك. مثلا بتقول مثلا بتدندن اغنيه عن الحزن، فلما تركز فيها تلاقي ان انت فعلا من جواك ان انت حزين من موقف او كده ومؤثر معاك، بس انت مش واخد بالك، مش واخد بالك. والناس بقى تقعد تجيلها بقى امراض نفسيه ومشاكل، لان هي مش عارفه ان هي متضايقه، مش عارفه ان في حد مزعلها، مش عارفه ان الشغل ده ضاغطها فمأثر عليها بطريقه مش طبيعيه. فالناس ماشيه وخلاص، انت لازم تكون ماشي وفاهم وبتشوف نفسك وبتكلم نفسك. مش ماشي وخلاص، مش بتشتغل وخلاص بال 12 ساعة وبال 10 ساعات، مش قاعد بتنزل ومع اصحابك وخلاص، مش قاعد بتعمل حاجة وخلاص. لازم تكون عندك وعي ذاتي بنفسك، تعرف يعني ايه الحاجات اللي بتضايقك، ايه الحاجات اللي بتفرحك. برضو زلة اللسان، زلة اللسان دي انت ممكن تكون في موقف وتقول كلمة كده او جملة لحد، سواء حلوة او وحشة، فده بيبين يعني كل واحد فيه عنده صفات وحشة ومش بيعرف ان هي موجودة عنده، او يعني بالقدر مثلا الكبير او القليل ده الا لما يحصل موقف. فانت ممكن في موقف يحصل لك زلة لسان، فتقول ايه ده، ازاي والله انا الكلام ده يطلع مني، ازاي انا اقول كده لحد، ازاي انا مثلا اكون غيران من حد، ازاي انا اكون اتكبرت على حد في الموقف ده، او قلت له الجمله دي. فانت لازم الحاجات دي تاخد بالك منها، ما تقولش كده وخلاص، ما هو انت مغرور فخلاص بقى ايه، لسانك ما شاء الله بقى ايه، بيتكلم دايما عن الغرور ونفسك وكده، وانت مفيش منك اتنين. فانت لازم لو انت عايز تكون انسان يعني سوي وانسان كويس، لازم اي كلام انت بتقوله يعني انا ما كنتش مغرور ازاي انا قلت الكلام ده، تاخد الكلام ده وتفكر ان انا لا لازم ما اعملش كده. يعني كلنا اكيد بيطلع مننا كل واحد في حته، يعني تكبر غرور، يعني دي نفس البشريه بشكل عام. فانت لازم تحاول تحجم الحاجات دي قبل ما تكبر وتبقى عندك الصفه دي فعلا بشكل كامل او كده. لازم تحاول تقيم نفسك دايما وتقعد مع نفسك. واحد ما كانش بيشتم لقى نفسه بقى بيشتم، طب انا شتمت ليه؟ انا طول عمري محترم، طول عمري مش بشتم. لازم تقعد تقيم نفسك وتقيم البيئه اللي حواليك، وتحاول تقلل وتحاول تزود، لان احنا في مجاهده، احنا في الحياه كلها مجاهده. انت في عبادتك مع ربنا اللي هي اهم حاجه في الدنيا، انت قاعد بتجاهد نفسك ان انت تخشع في الصلاه، ان انت تصلي وما تفوتش فرض، ان انت دايما تذكر ربنا. فكل حاجه فيها مجاهده. فانت حتى تقييمك لنفسك ده يستحق الوقت ان انت تقعد فيه وتهتم له، لان ده بيأثر عليك في حاجات كتير جدا. فلازم تجاهد نفسك ان انت دايما تفضل فاكر ده، وتفكر نفسك ان انت تفتكر ان انت تعمل ده، عشان انت ممكن تنسى اصلا. الخلاصه ان انت عقلك الباطن ربنا خلقه ذكي جدا، ومش العقل العادي بتاعنا، لا انت عقلك الباطن بيقول لك رسائل وبيقول لك حاجات تخليك فعلا تهتم، وما تعديش كده الكلام طشاش. فانت لازم تاخد بالك قوي من الحاجات دي، وربي اكون افدتك ولفت نظرك لحاجه انت مش واخد بالك منها. وبس يعني يا شباب، يلا سلام عليكم.